أهلا وسهلا بكم مطبخ ألذ الأكلات العراقية والمصرية. اليوم طريقة كبة الرز أو كبة حلب. أنا هنا سلقت عندي كيلو من الرز، سلقته وخليت عليه كركم وسلقته سليق، زيت المي على مود شوية يكون طري الرز حيل يطرى. وسلقت وياه 2 بطاطس أو بتيتة، 2 بطاطس كبار سلقتهم وياه وثرمتهم بالمثرمة. هذه قدامكم بهذه الطريقة، نثرمه بالجهة الناعمة كلش ناعم. بعد ما ثرمناه وخلصنا عجنته مع بعضه هو والبطاطس، وجبت هنا معلقة من النشا وشوية ملح وعجنته بس، ما خليت له أي إضافات ثانية غير هي وحدة معلقة من النشا وشوية ملح وعجنته هذا، وحطه سيبه بالثلاجة على مود يبرد شوي يمسك ببعضه. أهم شي نعجنه عجن حلو بحيث النشا يختلط ويا العجين كله. وبعد ما طلعته من الثلاجة، طبعا كلكم عارفين طريقة اللحمة المعصدة، منزل فيديو قبل كده بالفيديوهات السابقة. ناخذ قطعة هيك من العجين ونسوي مثل الكورة، وبعدين أبدي أور بطنها، هيك أحفر بطنها بهذا الشكل مثل الطاسة أسويها، وأضيف لها معلقة من اللحم المتبل، اللحم الحلو ببهارات، وأقفلها بهذه الطريقة. طبعا طريقة كبة كلش حلوة وطعمة، وهذه الطريقة تنفع للأطباق الإضافية على السفرة أو تنفع للعشاء. وبهذه الطريقة أبدي أكببها واتك عليها عشان أفرغها من الهواء اللي باقي بيها على مود ما تنفتح عندي بوقت القلي. على مود ما أطول عليكم بالفيديو، على ما أكمل الصينية وأرجع لكم ثاني أشوفكم طريقة من لف الطريقة الثانية. بعد ما هنا خلصت هذه الصينية ومليتها، بسم الله ما شاء الله الله أكبر. هنا حملي آخر شيء هي الصينية الثانية نفس الطريقة، وأقفلها همينة كلش حلو هذه، وكيش أكببها وأحطها بالصينية بحيث تكون الصينية مدهونة دهنة خفيفة من الزيت على مود ما تلزق الكبة بالصينية، لأن الكبة إيدي شوي مبللة وأسوي بالرز على مود ما يلزق. هنا أول ما نريد نقلي، طبعا أنا عاملة سمبوسة بالجبنة وطريقة السمبوسة منازلة عندكم. أول ما أبدأ أقلي لازم الزيت يكون نار غليان تغلي جامد. شوف بطنها شلون حلو، بسم الله ما شاء الله، وطعمها جميل ومقرمشة كلش حلوة. وهذه طريقة السمبوسة قدامكم، ما نهم قبل كده بس سويتها بالجبنة، أولادي يردون بالجبنة الموزاريلا. شوف المطة مال الجبنة شلون حلوة وسخنة ومقرمشة، بحيث أولادي بسم الله ما شاء الله ياكلون، وأنا أقلي ياكلون من عندها من حالاتها وطعمها. وهنا هذه اليوم غدانا هو يسموه غدا نواشف بالعراق، حاجات ناشفة، سمبوسة، صوابع البطاطس، برنجان، سلطة، كبة. لا تنسونا باللايك والاشتراك مع مطبخ ألذ الأكلات العراقية والمصرية. إلى اللقاء.